المعاناة شيء حتمي في الحياة، بس الفكرة إزاي حابب إن أنت تعاني. ففي حاجات بتحصل غصب عننا، الحياة بتجري، الناس اللي بنحبهم بيمشوا، العلاقات بتنتهي، وصحتنا كمان بتتعب. في حاجات كده ملهاش حل حوالين مننا، لكن الحل الوحيد إنك تجهز نفسك لليوم ده. إزاي؟ إنك تعود نفسك على المعاناة قبل ما تفرض عليك، إنك تضغط على نفسك وتبني قوة جوه منك تخليك مستعد لأي ضربة جاية. تحدى نفسك كل يوم، اختار الطريق الصعب عشان لما يجي الخيار الصعب تبقى جاهز. واجه خوفك عشان ما يتحكمش فيك لما يحصل. كل مرة تتحدى نفسك بتبقى كأنك بتبني درع جديد بيحميك من الضربات الخارجة عن الإرادة. الحياة مش سهلة، بس الفرصة دايما موجودة حتى لو انت مش شايفها قدامك دلوقتي. لازم تصبر، مش كل حاجة بتيجي بسرعة، لكن كل حاجة بتيجي لما بتكمل للنهاية. وخد وقتك، حدد أهدافك واشتغل عليها، وكل يوم حقق نجاح صغير. هات ورقة وقلم واكتب عليها أهدافي أو أحلامي أو أي كلمة بتعبر عن أمنياتك، وابدأ اكتب كل حاجة نفسك تحققها. بس خد بالك من الأسئلة دي، أسئلة زي طب ده ممكن، طب ده ينفع، طب الفلوس هتيجي منين. لا 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 لا، قبل ما تقول ما ينفعش شوف الأول أنت عايز إيه. أغلب الناس بتحبس نفسها في قيود وهمية، يقعد يقول لنفسه مفيش فلوس، مفيش فرصة، صعب نعمل الموضوع ده. جرب حاجة مختلفة واحلم كأن مفيش قيود. اكتب أحلامك كأنك ملكتها فعلا ببلاش، صدقني. وتخيل نفسك بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، عايز تكون فين؟ عايز علاقاتك تبقى عاملة إزاي؟ شغلك، دخلك، بيتك، عربيتك، أسرتك. دي نقطة البداية لتحقيق أي حاجة كبيرة أنت عايزها. بس الشغل مش أولوية، الفلوس مش أولوية، حتى العيلة مش أولوية. كل ده بيبقى مش مهم في لحظة واحدة بس، لحظة لما أنت ما تبقاش موجود. وظيفتك مش هتنفعك لو صحتك راحت منك. عيلتك محتاج تكون موجود عشان تقدر تعيش معاه. وفلوسك ملهاش قيمة لو أنت مش قادر تستمتع بيها. كل حاجة في حياتك ممكنة عشان حاجة واحدة بس، جسمك اللي أنت عايش فيه في الدنيا دي. فلو حاسس إنك تايه ومش في مودك، جرب الوصفة دي قبل ما تستسلم للإحساس ده. اعمل رياضة كل يوم نص ساعة بس، أي حاجة تحرك فيها جسمك. تاني حاجة، نظف، رتب، صلح أي حاجة قدام منك. تالت حاجة، صلي لربنا أو مارس أي نوع من أنواع الهدوء التام لمدة نص ساعة بس. رابع حاجة، اعمل حاجة كويسة لأي حد، ساعد حد، اسعد حد، قدم مساعدة بسيطة لأي حد حوالين منك. وبعد ما تعمل الأربع حاجات دول، اقعد يا سيدي على الكنبة وازعل زي ما انت عايز. بس الغريب بقى إنك هتحس بالإنجاز وبالرضا. هما حاجتين، الخوف والغضب. الاتنين دول لو سيطروا عليك هيعطلوا لك حياتك تماما. بس في شعور واحد بس هو اللي يعرف ان هو يقضي عليهم، وهو الشعور بالرضا. لانك ما ينفعش تبقى راضي وخايف في نفس الوقت، ما يمشوش مع بعض. عشان كده ببدأ يومي انا بالروتين البسيط ده، بغمض عيني وبص للسما وافكر في 3 حاجات اشكر ربنا عليهم. كل فكرة دقيقة واحدة مش اكتر، واركز اني افكر في اهم معنى لكل حاجة فيهم. وبعدين بخصص 3 دقايق للدعاء لأسرتي وكل الناس اللي أنا بحبها. وآخر حاجة بدي 3 دقايق أشكر فيهم ربنا على الحاجات اللي لسه ما حصلتش، الحاجات اللي أنا شايف علاماتها من بعيد بتحصل كده من قدامي، وحاسس إن هي بتقرب وهتبقى حقيقة. وده بيخليني متحمس وبتحرك طول الوقت تقريبا بدون تعب. لو حاسس إن دماغك مش صافية، مش قادر تركز، مفيش وضوح في حياتك، المشكلة بتتلخص في حاجة واحدة بس، الإشباع اللحظي. كل الحاجات اللي بتديك متعة لحظية، متعة سريعة بدون مجهود، تسرق منك الوضوح والتركيز. الجيمز، السوشيال ميديا، الفاست فود، الأخبار المزعجة، كل ده بيسجنك في دايرة من الإشباع اللحظي. كل ما تعتمد أكتر على المتعة السريعة دي، كل ما الأبواب هتتقفل أكتر قدامك. كلنا دايما بنقول وبنية صافية خد بالك مني عشان أخد بالي منك، صح؟ بس أنا عرفت بعد فترة قد إيه إن الجملة دي غلط. الحقيقة إنك لازم تعتني من نفسك الأول عشان تقدر تساعدني لما احتاجك. أفضل حاجة أقدر أقدمها لأي حد في حياتي هو إني أطور من نفسي عشانه، مش إني أضحي من نفسي عشانه. فأنا لو بقيت 10 مرات أذكى هقدر أساعدك أكتر، ولو بقيت 10 مرات أقوى هقدر أقف جنب منك وأبقى سند حقيقي، ولو بقيت 10 مرات أفضل، وجودي في حياتك هيبقى ليه قيمة كبيرة أكبر بكتير من النهاردة. يعني حتى لما بتبقى مسافر في الطيارة، الطيار بيقول لك إيه؟ البس قناعك الأول وبعدين ساعد اللي جنبك. ودي مش أنانية، دي ضرورة، لأنك لو مخنوق مش هتعرف تساعد اللي حوالين منك.
مش هتقدر تساعد حد أصلا. ففكر فيها إزاي علاقاتك هتتغير لو بدأت ترفع من كاريزميتك أو جاذبيتك. أول حاجة، ركز على حاجة واحدة بس في أي لحظة. لما تيجي تاكل كل، لما تيجي تسمع ركز واسمع. تاني حاجة، خد قراراتك والتزم بيها، ما تبقاش متردد طول الوقت، خليك واضح ثابت. ده هيدي انطباع للناس بالقوة والمسؤولية. تالت حاجة، اسمع كويس قبل ما تتكلم. الكاريزما الحقيقية إنك تكون مستمع شاطر. الناس بتحب اللي بيستمع لهم بتركيز أكتر من اللي بيلبلب كلام طول الوقت. رابع حاجة، اتكلم بالراحة واتحرك بهدوء. الناس الجذابة عندهم ثقة، بيتكلموا ويتحركوا بهدوء وثبات. اللي يخليك تعمل كده وبدون مجهود هو إن يكون عندك من جوه سلام داخلي، لأن اللي عنده سلام داخلي عنده كاريزما طبيعية. جرب التعديلات دي. لو عايز حاجة تتغير لازم أنت اللي تتغير الأول. المستقبل مش بيتحدد بالأحداث اللي بتحصل حوالين مننا، لكن بتفاعلنا إحنا مع اللي بيحصل. فأنت اللي بتقرر تاخد خطوة قدام ولا تفضل في مكانك. كل اللي أنت محتاجه بس تغيير بسيط في الاتجاه. خطوة صغيرة النهاردة ممكن تخليك في مكان مختلف تماماً بعد 2 أو 3. وما تعيش في الماضي وما تسرحش كتير برضه في المستقبل. خليك في الحاضر، عيش اللحظة. ليه؟ لأن اللحظة اللي بتعيش فيها دلوقتي هي اللحظة الوحيدة اللي تقدر إن أنت تتحكم فيها. لازم يبقى عندك هدف ولازم يبقى عندك حاجة عايز تحققها في المستقبل، جميل. بس وقت التنفيذ لازم تركز بالكامل على اللي بتعمله، لأن ده هيحسسك بالإنجاز وبالوضوح وبنوع من الحرية كمان. وهنا بتبقى في أفضل حال للتحكم في نفسك والسيطرة عليها.